بلدية منجمية منسية تزخر باحتياط هام من مادة الحديد، ومواطنون عاطلين عن العمل ينتظرون ساعة الفرج من شركة مناجم الشرق التي بقيت لسنوات طويلة بلا عروض عمل. طرق مهترئة، غياب تام للتهيئة العمرانية، وأحياء لا تعرف التعبيد نهائياً منذ الاستقلال. انعدام السكن بحجة الوعاء العقاري الذي أصبح يقلق ساكني هذه البلدية المنكوبة. وهذا رأي بعض مواطني هذه البلدية. السلام عليكم. نحن كتشوفوها في بلدية بوخضرة كل عهد نقولوا العهدة تتخدم. هي والله كنت ارجع لتالي والله بوخضرة كانت بيه درك في 2024 التيوت تاع الماء مكسر الطرطوارات مكسر الاحجار في الطريق الغرقة تصب النو تحمل الطريق بالماء لا بلوعات لا والو كارتيات تدخل لها تحصل يجي الجرار يجبدك يجي البيل تاع السونارام يجبدك في كارتي وسط المدينة وسط بوخضرة يا لطيف صاحب اللطف والعياذ بالله. في 2024 مازالت ما عندناش دار ولاده. 2024 ما عندناش دار ولاده، ها مازالت لها 3 شهور على 24. في 2000 عندنا دار ولاده، في 2023 ما عندناش دار ولاده. ما نعرف يا نساوين ماتوا هنا عندنا ما عادوش يتزوجوا ولا ما عادوش يزيدوا ولا ما نعرف احصائيات يعني تقول بالك النساء ما عادوش يولدوا. وين تداها في الليل على الوحده تاع الليل؟ واش من سبيطار يقبلك على الوحده تاع الليل؟ تجيب مراه تزيد كذا، جايب مراه وحدك كذا، مراه راح تزيد لا نانيز لا امبيلانس لا والو ما كان والو. قاعة سينما في عهد فرنسا من أحسن قاعات السينما في الجزائر في 2023 اليوم راهي مهرية، راهي وكر للكلاب الضالة والطنباط والفيران وما أشبهها. مركب رياضي في عهد فرنسا فيه ليبول الهوند الباسكت، مركب رياضي كامل. في 2023 نلعبوا فيه كرة القدم وديفيزيون دو ولاية ويا ربي نلعب وتطيح تجرحتي هذاك بديتي من عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبيه الكريم. اليوم حابين نتكلم شوية على بلدية بوخضرة اللي راهي تئن تحت وطأة التأخر. هذه البلدية اللي راهي تعتبر من البلديات المحرومة داخل الولاية واللي راهي ترتب في مؤخرة الترتيب خاصة في مجال التنمية المحلية. احنا مؤخرا بعد تنصيب المحليات فيه مبادرات تاع افونسمون دي بروجي تاع لاو بي لاسيليسمون واللي الحمد لله خرجنا منها، لكن احنا محرومين من جهه اخرى، محرومين من التهيئه العمرانيه. هذه البلديه اللي راهي ما استفادتش في حياتها من تهيئه حي من احيائها، واللي رانا فعلا كل بلديه الولايه إذا دخلنا أحيائها نلقوها معبدة، نلقاوها معبدة بالطابي، نلقوها يعني في أعز تهيئتها. لكن احنا اليوم نجد السيد والي ولاية تبسة والسلطات المحلية أنهم يفكروا في الرتراباج تاع البلدية دي حتى نلحقوها بموكب بلديات ولاية تبسة. أما في المجال الوظيفي بالنسبة للشباب تاع بلدية بوخضرة فيه انسورس وحيدة اللي هي منجم بوخضرة، واللي ما يقدرش ما عندوش طاقة استيعاب نتاع كل هذا الشباب، كل هذا الإطارات اللي راهم متخرجين من الجامعة. عندنا كم هائل من إطارات جامعيين مهندسي مناجم راهم عاطلين عن العمل، راهم ينتظروا في فرصة عمل حتى يخرجوا المستقبل تاعهم حتى يقرروا مصيرهم. بلدية بوخضرة تعتبر من البلديات المتقدمة سابقا، إلا أنها تأخرت عن الموكب، تأخرت خاصة ركود مشاريع التنمية بدءا من 2012 إلى يومنا هذا. نحن نقدر نقولوا ما نقدروش نسجلوا هذه الامور هذه على السلطات العليا، لكن نسجلوها على السلطات المحليه اللي راهي ما خذاتش الجرأه وما خذاتش المبادره باش تلانسي المشاريع تاع التهيئه ومشاريع التنميه العمرانيه في هذه السنوات، واللي راهم تاخروا وقع ركود كبير. بالنسبة للتعليم احنا اليوم مرينا
في هذا اليوم عندنا يومين من الدخول الاجتماعي، وأظن أنه فيه عندنا ثانوية واحدة وطاقة الاستيعاب تاعها ما عادش قادرة أنها تستوعب كل الطلبة، وخاصة بعد امتحانات البكالوريا اللي يتم فيها نجاح ضئيل، يبقى أولادنا ما يعودوش السنة ويروحوا في التسرب المدرسي، وممكن يروحوا إلى حاجات اللي راهي ما نتمنوهاش لولادنا. اليوم نحن نناشد السلطات المحلية وعلى رأسهم السيد والي الولاية أنه ينظر بعين الاعتبار لهذه البلدية، وخاصة وأنا نركز على النقطة دي، التهيئة العمرانية لهذه البلدية اللي راهي تحت الصفر، متأخرة في هذا المجال إلى درجة لم تتصور، خاصة إذا قارناها ببلديات الولاية ال27. وعليه نحن نطلب من السيد الوالي مساعدة السلطات المحلية لبلدية بوخضرة وإسعافها ببعض المشاريع حتى تنطلق عجلة هذه المشاريع تاع التهيئة العمرانية، ونرى أو يرى سكان بوخضرة أنفسهم من بين مواطني ولاية سبيسة، من بين راهم في نفس الركب، راهم في نفس التوزيع نتاع هذه المشاريع، يستفادوا مثل ما تستفاد البلديات الأخرى. ونتمنى شجاعة السلطات المحلية على الافونسمون تاع المشاريع باش تنطلق هذه المشاريع. والحمد لله، المهم مشكورين، ونجد السيد الوالي أنه ينظر لنا بعين الاعتبار في هذه المجالات، في مجال الشغل، في مجال الثقافة، في مجال الرياضة، وفي مجال التهيئة العمرانية ومشاريع التنمية العمرانية في هذه البلدية. ومشكورين جدا، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رانا في هذا بلدية بوخضرة، يعني كانت في السبعينات من الاوائل، في 2023 24 رانا رجعنا للاخر لزيرو. ها هو الحلوف قدامي ما لقيت منين نروح، جيت هربت حتى تحت الزباله. يا ابن عمي منين حل؟ اللي يجي يقول لك نا يكمل الصرف عليه السلام عليكم، يجي الاخر ثاني نفس الشيء. الانتخابات يجري يدك يجري ما كان ما ربحنا حتى من البلديه دي. هاي الزباله، ما كانش، هالخلاء، هالسترنات، هالسترن ولات منين كانت ب 120 ولات 180، ورانا رايحين في 2024 من عمي، ورانا رايحين وكنتوا في البلديه ونخدموكم ونعملوا لكم، ورانا شو اسمه قاعدين نشوفوا وقاعدين اللي تهضر معاها تقول لك راني نفقد في الرعي. يا خويا التهيئة العمرانية راهي ما عندناش الماء، رانا ولينا كي جمال نشربوا من شهرين ما كان حتى شيء، ما عندنا حتى شيء والو، خاصتنا غير حاجه الموت احسن، ما عندنا والو. وين هي كانت يعني الشبيبه تاعتنا كانت عمل، كانت خدمه، كانت ما كانت مقفوله، ما عندنا التهيئة العمرانية هاكم تشوفوا. ها هي الاسبابيه اللي ما عندنا حتى شيء. نحبوا نشموا عدنا، نحبوا نستشرقوا زباله بالمفهوم. قلت لك في السبعينات احسن من الوقت هذا. في السبعينات الاخرى مخلفات فرنسا خلت يعني فيلاج نظيف وفيلاج مريقل، جينا اساس ما كان حتيتهم مقفول زبابيل، ضربت جيت مروح يعني في الليل جيت مروح طاحت في الزباله. وعلاش ما حتم علينا منين ندور نطيح في الزباله؟ ولا ما نطيحش فوق القزاز، ما علاش ما نطيحش فوق الكرنات، حتى نطيح فوق الزباله انا. وديروا لنا حل اخويا، حاب نفهم حاجه ديروا لنا حل، البلديه دي دير لنا حل، يدير لنا رينيون اروح جاي هاوش خاص نحن نتكلموا. يذريني اليوم ولدي قاعد ريكلامي على ولده، وقاعد ريكلامي على بنته، وقاعد ريكلامي على اللي ما عنده الغالب ما كانش. واش خم رئيس البلديه ما شفناته اصل من نهار اللي دخلنا ما قدرش يدير لنا رينيون، نحن نروحوا واش خص واش ما خصش. الاعضاء تاعو يجي يقول لك راني نفقد في الرعيه، وين هي الرعيه؟ ما عندك لا رعيه لهم يحزنون. ما عندنا والو الا الزباله التهيئة العمرانية ما عندناش، الماء ما كانش، متقرقع علينا العجاج. جيت مروح قلت لك ها الحلوف، ها ودنت، ها الحلوف، ها منين نعقم ها الحلوف، ها دافنه تحليليه توعيد.
يوعي راح دنو حل القريه ذي راهي ماشيه تدهور التالي مشي باش نافونسو نورمالمون نحن منطقه من جميله رانا نمشوا على القزاز مش نمشوا على واش نمشوا فوق الغرق. احنا عندنا هنا 80 سكن هذا اللي قدامنا كي كون يموت 300 ما عندكش كيفاش تخرجوا قال لك نديروا التوفن لا ظهر لا توفن لا غبار لا ما كان حتى وعليه نحن نموتوا ب 2024 مازال نعبسوا الغرق. في السبعينات كان عبد الفيلاج الفوقاني عباره راك في اوروبا مش كهنا. اليوم رجعنا ل 2024 نعبسوا بزبابيل. عيب والله عيب. ورئيس البلديه ما يقدرش ينظر الحاجه هذه. نحن هنا 80 سكن ما طلعش علينا اي مسؤول باش يجيك. كما يناشد سكان هذه المنطقة السلطات العليا بالنظر لهم بعين الاعتبار لحل كل هذه المشاكل. متى ستشرق شمس الأمل على هذه البلدية التي قدمت الكثير من الشهداء إبان الحقبة الاستعمارية؟ والخروج بحل في أقرب الآجال والقضاء على كل هذه العراقيل التي تركت بلديتنا آخر البلديات في الولاية.